أهلا بكم. الشبيبة تمر إلى السرعة القصوى بخصوص بالعيد محيوس وفرحات. الدولي الجزائري طاهرت في دائرة الاهتمامات دائما بالنسبة لجياسكا. الإدارة لم تحدد أي سعر لتسريح حديد، وسيبقى اللاعب قبائليا. بن عطية يوقع لأربعة مواسم مع جياسكا. الآن إلى تفاصيل هذا الفيديو. يبقى ترقب سيد الموقف في قضية انضمام الثنائي محيوس بالعيد إلى شباب القبائل. بالعيد يكون قد التقى مanaجره أمس، وثقته كبيرة في اتفاق نهائي بينه وبين إدارة جياسكا. موبيديس منحت الورقة البيضاء للحسم مع اللاعبين الذين يريدهم زيمباور. الدولي الجزائري طاهرت في دائرة الاهتمامات دائما. كشفت مصادر كورة نيوز الخاصة أول أمس أن إدارة جياسكا تولي أهمية كبيرة لبعض الصفقات حسب ما أكدته بعض الأطراف الموثوقة، والتي قد تكون بمثابة خطط بديلة في حال فشل أي صفقة. واستنادا إلى هذا الأمر، فقد استقينا أن المدافع الدولي مهدي طاهرت من بين المستهدفين أيضا، إلا أن أولوية لي بالعيد، وهو ما سيتضح في غضون الساعات القليلة القادمة. وكذلك الإدارة تؤكد استعدادها للحفاظ على تقاليدها في ميركاتو. عاد رئيس مجلس إدارة جياسكا الهادي ولدي كي يؤكد على أهمية الاتفاق مع إدارة بارادو على حامدي أنه من الضروري أن يكون التخطيط جيد للمرحلة القادمة، وهو ما جعله يطمئن الأنصار في كثير من المرات أن الأمور واضحة في فريق مثل جياسكا، بما أن النادي لديه تقاليد لابد أن يحافظ عليها. وكمجلس إدارة مسير، وعد ولد علي الأنصار بأنهم سيجلبون أسماء ثقيلة هذه الصائفة، ولن يدخروا أي جهد من أجل ذلك. وحسب جريدة كومبيتيسيون، بغياب زيمباور ومساعده الاثنين الآخرين، جيسكا تبدأ تحضيراتها. حامدي سيكون أفضل موسم قادم، بن عطية ثاني مستقدمين.